بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم المدون عبد النور إبراهيمي من مدونة المحترف الجزائري. موضوعنا اليوم هو عن كيفية إيقاف الإعلانات المزعجة التي تظهر أثناء تصفحك للإنترنت. بعض من الناس ينزعج جدا من الإعلانات التي تظهر على المتصفح، خاصة الفتوحات الإجبارية التي تقوم بفتح نوافذ جديدة وتقوم بإزعاجك، وتتسبب أحيانا أخرى في بطء الإنترنت. إضافة إلى ذلك، هنالك بعض الإعلانات التي تحتوي محتوى إباحي، وهذا ما يكون خطير، خاصة إن كان الحاسوب يستعمل من طرف أطفال صغار. اليوم معي طريقة لإيقاف هذه الإعلانات المزعجة، وهي عبارة عن إضافة بسيطة لمتصفح فايرفوكس تقوم بمنع ظهور هذه الإعلانات. بسم الله نبدأ. سأريكم طريقة تثبيت هذه الإضافة. أولا نذهب إلى فايرفوكس، ثم موديل كومبليمونتير. نذهب إلى مكان البحث ونبحث على إضافة أدبلوك بلس. كما نلاحظ هنا أنا قمت بتثبيتها من قبل. تظهر هنا بالأيقونة الحمراء. عند تثبيتك لهذه الإضافة سيطلب منك متصفح فايرفوكس بإعادة تشغيل. وافق على ذلك. بعدها ستختفي الإعلانات المزعجة نهائيا. كما نلاحظ هنا موقعي يحتوي على إعلانات جوجل أدسنس، لكنها لا تظهر إطلاقا مطلقا. إلى هنا إخوتي نصل إلى الختام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.